السلام عليكم، يا مساء السعادة والسكر الزيادة. تعالوا نشوف كده هنعمل أكلة إيه النهارده. هنعمل النهارده أكلة شتوية 100%. جه علينا الشتا بكل جماله بخضاره اللي يجنن. أكلتنا النهارده هتبقى السبانخ بجمالها وحلاوتها زي ما انتم شايفين، وهنعمل جنبيها كمان شوية رز بشعرية زي ما انتم شايفين معايا كده. وجبة يعني ما أقولكوش. تقدري تعمليها كده، تقدري تعمليها مع لحمة، تقدري تعمليها باللي يعجبك وباللي متاح ليكي وباللي أسرتك تحب. هنشوف مع بعض النهارده هنعمل السبانخ بأنهي طريقة. السبانخ ما فيش فيها أي حاجة خالص غير إنِّك تعمليها ترتيبها صح، وكمان مكوناتها تبقي مهتمة جدًا بإن مكوناتها كلها تبقى مضبّطة مقاديرها مع بعضها. زي ما أنتم شايفين يعني طبق كده يفتح النِفس، وكمان مغذي جدًا لينا ولأطفالنا. يالّا بينا نبتدي على طول نشوف مكوناتنا هتبقى إيه. طبعًا السبانخ أهم حاجة إن إحنا نجيب السبانخ البلدي، وطبعًا هي دي اللي أصلًا متوفرة دلوقتي. هنعرفها إزاي؟ السبانخ ما بتبقاش طويلة أوي، وكمان بيبقى يعني راس السبانخ بتاعتها صغيرة كده. طيب وهاحتاج كمان معايا خضرة بقدونس وكزبرة، وهاحتاج كمان معلقة كبيرة كده من التوم المفروم، أو كمان التوم المتخزن عندِك في الفريزر ينفع ويبقى كويس جدًا كمان. وهاحتاج كمان معايا بصلة كده مفرومة. طبعًا لو أنتِ هتعملي زيي النهارده هنعمل بصلصة من اللي مخزناها في الفريزر ما فيش أي مشكلة، هتستخدمي بصلاية واحدة. لو أنتِ هتعملي طماطم مضروبة في الخلاط على طول، هتحطي بصلتين على الكمية دي، ويُفضّل إن تكون البصلة متخرّطة ناعم شوية، أو مكعباتها تبقى كبيرة شوية، علشان طبعًا إحنا تقطيعنا النهارده كله هيبقى كبير إلى حدٍ ما، مش هنقطّع الخضار بتاعنا ناعم ولا أي حاجة. أهو زي ما أنتم شايفين أنا هاخد بقى السبانخ بتاعتي هاقطّعها تقطيع كده كبير على طول في السريع. زي ما أنتم شايفين يعني بكل سهولة كنت مخلّصة كمية السبانخ دي. تقدري طبعًا تضاعفي الكمية زي ما أنتِ عايزة على حسب الأعداد الأسرة، أو على حسب عدد الأسرة اللي هياكل إيه. بس كده خلاص أنا مكوناتي جاهزة. معايا البصلة، وطبعًا زي ما قُلت لِك تقدري تضافي الكمية في البصل لو هتعملي طماطم مضروبة. على طول كده على النار حطيت شوية زيت، استنيت بس لحد ما الزيت سخن كويس جدًا معايا، وبعد كده نزلت بالبصلة بتاعتي. أنا مش محتاجاها تاخد لون غامق ولا حاجة، أنا بس محتاجة أوصل معاها كده للون دهبي حلو. يالّا بينا نشوف وصلنا بيها للون شكله عامل إيه. هنا خلاص كان فاضل تَكّة يعني زي ما بيقولوا كده. هانزل على طول بقى بمعلقة كبيرة كده من التوم بتاعي، زي ما قُلت لِك متفرّط، هتعمليه في الهون على طول، هتخرّطيه حتى بالسكينة على إيدِك، مفرمة يدوية أيًا كان، هنشتغل وهنطلّع غدا ممتاز. بس كده خلاص هُم تشويحتين مع بعض، يبتدي بس كمان ريحة التوم كده تظهر معايا، ويبتدي لونه يبقى دهبي كده جميل زي ما أنتم شايفين. أنا إيدي ما اتشالتش منه علشان أفضل محافظة إن كلّه يبقى لونه دهبي زي كده، وما فيش حاجة تتلهف مني في النار. بس كده خلاص. أنا هنا كنت مستخدمة صلصة عندي في الفريزر. طبعًا الصلصة دي أنا كنت حاطة فيها بصل بس كميتها مش كبيرة، فعشان كده أنا زوّدت بصلة هنا للسبانخ، عشان طبعًا السبانخ بتحب البصل كتير شوية. أنا بس دفيتها كده على النار، فكيتها يعني لحد ما خلاص بقت كويسة، نزّلتها على طول على البصلة وعلى التومة بتاعتي. هابتدي بقى أحيّي الأكلة بتاعتي بشوية كده من الكباب الصيني وزر الوردة. طبعًا زي ما قُلت لكم وأنتم عارفين معايا حبايبي الموجودين معايا من أول القناة، دول مطحونين كده دايمًا عندي في برطمان صغنن في طقم التوابل بتاعي ثابت. ودي تعتبر نُص معلقة بس كده من بهارات اللحمة. وتقدري لو أنتِ عندِك لحمة حتى لو مسلوقة وشايلاها في الفريزر متبقية معاكِ من يوم والّا حاجة، أو حتى تعمليها طازة في نفس اليوم، هتحطيها في الوقت ده كده، تبقى مسلوقة نُص سلقة وهتحطيها في الوقت ده مع السبانخ من أولها. هانزل على طول بقى بكمية السبانخ بتاعتي. طبعًا يعني إحنا عارفين إن السبانخ بتبقى كتيرة جدًا في الحلة، وفجأة بنلاقيها نزلت لنُص الحلة. هي كده علشان طبعًا خضار، كمية المَيّة اللي موجودة فيه بيفقدها طبعًا. أهو على طول. إحنا لو فضلنا نشرح بقى عن كمية الحديد اللي موجودة في السبانخ دي مش هنوفيها حقها. مفيدة جدًا. حاولوا تدخّلوها لأطفالكم في الأكل على طول، سواء كده حتى لو من غير لحمة، بلحمة لو زي ما تحبوا. أنا بالنسبة لي باحبها كده مش باحبها بلحمة، باستطعمها أكتر. هانزل بقى بالخضار بتاعي، بالخضرة بتاعتي، بقدونس على كزبرة، وبرضه مفرومين خشن شوية مش ناعم أوي. أنا كنت حطيت شوية كده ولسه هاتبقى معايا شوية، قُلت أشوف الكمية دي والّا لأ. حطيتهم كلّهم كده على طول. هاقلّب بقى تقليبة حلوة، وهاسيبها. سِبتها ربع ساعة.
لحد ما وصلت معايا للشكل ده، أنا كنت غطيت عليها وسِبتها مثلًا ربع ساعة أو 10 دقايق لحد ما ضبطت نفسها معايا كده ونزلت بقى السوايل بتاعتها واختلطت ببعضها كويس جدًا. هانزل عليها بكوباية كده من المَيّة وهاسيبها كمان تغلي غلوة حلوة أوي. أيوه كده، وصلنا كده للمنظر اللي أنتم شايفينه ده. هانزل بقى بنُص مَج من الرز، وتقدري كمان تستبدليه بلسان عصفور محمص أو حتى شعرية محمصة. كده خلاص. أنا بس هاسيبها بقى شوية في شوية، طبعًا أنا هابتدي أهدّي النار وهاقلّبها تقليب مستمر لحد ما توصل معايا للشكل الرائع اللي أنتم شايفينه ده، حاجة كده يعني من الآخر. زي ما أنتم شايفين أنا باقلّب من تحت لفوق أهو، علشان أبقى بس محافظة إن الرز أنتِ شايفاها كبيرة تقدري تقلليها شوية عن كده. بس أنا بالنسبة لي كانت مطلوبة مني كده وكان لازم أعملها كده علشان تتاكل بنفس راضية. وكمان كنت عاملة جنبها شوية رز بشعرية يعني، وكمان كانت مناسبة جدًا للأكلة دي وتقدري تاكليها بعيش لو أنتِ عايزة. كانت وجبة غذائية جميلة جدًا. شايفين قوامها عامل إزاي، شايفين لونها روعة إزاي، ويا سلام بقى يا سلام عليها كده وهي بتتاكل سخنة مع شوية الرز بشعرية دول، حاجة كده تفتح النفس. يالّا قومي اعمليها وغذّي أولادِك وخلّيهم يستفيدوا من كمية الحديد اللي موجودة في السبانخ، وفهّميهم كويس أوي إن السبانخ دي حاجة مفيدة جدًا للصحة. كمان اقعدي اتكلمي معاهم عن الفوايد بتاعتها. وده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون فيديو خفيف لطيف عليكم كده. لو الفيديو عجبِك دوسي لي لايك، ودوسي اشتراك لو أنتِ أول مرة تشوفي القناة، وفعّلي زر الجرس عشان كل ما انزّل فيديو تشوفي الجديد بتاعي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، فكرة بسيطة وقدّمت لكم السبانخ زي ما أنا باعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.